آيات تهمنا لا تتناهى فرمنا ونرخى في الهدى الخطيئة بالخلم أرسله الله إلى كل ورى مرتلا ذكرى عليه انزلا هدى الذي تعلم القرآن أكرم بذلك الكتاب في هدى وصاب في الخطاب جاب من ربنا ذي الخدم هو سبب من كل داء لمن عليه تعالى ومن أبى وتردا ذا عسرة والندم وكل شخص الهدى فيه ولم يجتهدا بتوبة ما خردا من ربه المنتقم ومن بلا بخطيه نال هدى ويعطي الله سخدا ذا عصمة من نقم وهو كتابه المبين جاء به النبي الأمين بإذن ربنا العالمين هدى لهذه الأقوام وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر في أزارك الورى قطه وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ذا من يكن فتى عند الشكور الأكرم وهو الذي من اكتفى به ما خد كفى ولا يلاقي كل بالأذى بالكرم أحمد ربي على كتابه الذي على كل كتاب نزلا بقلبه وبالفم أذكر ربي العظيم على كتاب حكيم وفزيه بحلال تفهم ذات اللفظ كتاب ربي الكتاب بنفس ذلك الكتاب بيعصمت من ختام وجالبات الشقم هو خليل وحبيب لي مخليا لي طبيب به يهبني لبيب يطلب خير اللخم يا خير ذكر نزلا قايد فيني مقل سيدنا محمد يا خير ذكر نزلا من خير رب أنزلا ليتخوض نزلا من ذي البقاء الخدم يا خير ذكر خدمنا ممن سبعي أمنا لي خلد مرقنا ذا أمنا وخدم أنت رفيق الجنان ومن يصوم للمكان
وليد طيب الجمال يا خير ذكر محكم يا خير ذكر الجلال بفم ذاكر الدلال شغل سواه من خلق وليكن وحكم يا خير المريد ما خاب دبري ربي يصفي فكره بكم بخير الدخم يا خير ذكر خد جمع خير العلوم وخمه ليعدايا فمنا مني أذاك وهم أنا سبيل الرئيس لقد ضعيف المخيس بخدمة ماه الرئيس مقيسي بالملهم يا خير ذكر خدمة ما ساق قلبي فمها هب لي كوني مفلحا بالمنزل المفهم بكسات مالكي كوني نور سالكي وسنتسام ناسكا بمن جرى والمفهم وأن يخوض للنبي في أقد بالنخب سلام المخربات بالانتخاب